يستوفي الحبيب الإجابة عليه. تفضل سيدنا. مسألة السلام عفوا، قبل قليل الحلقة الماضية أو التي قبلها كنت أقول البعض يقول لا نسلم. كلمة يسلم لها معنى لغوي ولها معنى شعبي. المعنى الشعبي المصافحة، لا، المصافحة لكل الناس. المعنى اللغوي الصيغة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شخصيا ألقيها. وأجد من أئمة السلف من كان يسلم، ومنهم من لا يجيز إلقاء السلام على غير المسلم على اعتبار أنه طقس عبادة. فإذا اعتبره طقس عبادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زي ما تقول سلام ونعمة، أنت تقولها للمسيحي فقط، لا تقولها لغير المسيحي، لأنها جزء من التحية الخاصة. لكن هناك من العلماء من رأى عدم جواز ذلك، وحتى الذين قالوا لا يجوز نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اعتبار أنه طقس عبادي، أجاز أن يقال صباح الخير كيف أنتم، زي ما يقول عندكم في مصر سعيدة أو غيرها. لكن لا، من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين ونحن وأنا شخصيا أؤمن بأن السلام عليهم لا إشكال فيه، بل ينبغي أن يكون. يمكن لاحظتم لما دخلت أنا إيش قلت؟ أول ما لقيتكم لما قلت لك السلام عليكم أنت شوي كمان استغرب، قلت لي أنا بشوي، لا وماله بشوي السلام عليكم. فهذه المسألة لا إشكال فيها. مسألة الجوهم إلى أضيق الطرق، هذا نص حكم متعلق يعني سياسة شرعية، بمعنى حاكم، ظرف متعلق بحاكم، وليس نص تشريعي لدين. بمعنى كان اليهود في المدينة فريق منهم بدأوا يخونون عهد المواطنة الراقي الذي عقد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يهيئون لاستدعاء أعداء النبي من المشركين الوثنيين لدخول المدينة، يمكنوهم من دخول المدينة. فبدأت فكرة أن أعطوهم إشارات أن احنا يعني منتبهين لكم، الجوهم إلى أضيق الطرق. هذا لا يعمم ويحول إلى تطبيق شرعي، إلا أنه للأسف بعض العلماء ارتأى ذلك وتبنته الدولة العثمانية في مرحلة من مراحلها، فطبق في بعض المناطق للأسف إلى اليوم. في بعض قرى الصعيد لما يمر المسيحي يطالب أن ينزل من على الدابة، من على الحمار، لأنه مر بجانب مسلم. هذه عصبية، لا ينبغي أن ينظر إلى ذلك على أنه المشاركة في أعيادهم وكل سنة وهم طيبين. أنا أعيد على المسيحيين، لا سيما في الأعياد التي لا أرى فيها مخالفة لعقيدتي. يعني مثلا أنا أعيد على المسيحيين بكل أريحية في ميلاد السيد المسيح اللي هو الميلاد المجيد. أنا أهنئه أنه فرحان حتى فيما يخالف عقيدتي، لأن هذه فرحته وهو جاري، لكن لا أستطيع حتى أكون صادق مع نفسي. أنا أهنئه بأني أهنئك بقيامة السيد المسيح، لأني لا أؤمن بقيامة السيد المسيح، أنا أؤمن أنه لا يزال حيا، فشيء طبيعي أن لا أقول لك بالصيغة هذه. لكن أنا أهنئك بفرحك طبعا يا رجل، واحد بجانبي آكل وأشرب أنا وإياه في وطن واحد في مكان واحد. يا أخي لا يمكن أبدا أن يكون الدين عدوا للمفاهيم الإنسانية الأخلاقية. الدين يوجد حيث يوجد الأخلاق، كلمة واحدة. فلا يمكن أن تأتيني بتصرف لا أخلاقي وتريد أن تقنعني بأن هذا الدين. وأنا أتكلم بدليل. حديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق. أهو معيار. إيه هو البر؟ ما هو الشيء الراقي الكويس؟ ما قيس على أنه حسن خلق. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلا يمكن أن يأتيني شخص بشيء يقول أن هذا دين وهذا بر وهو سيء الخلق. نعم. وضيف إليه ما هو أكبر من ذلك. يا أخي لا يجوز أن تفترض السوء منه قبل أن يحصل. يعني قضية أنه سوء استخدام آية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شوف نتكلم بوضوح الآن يا شباب. الآية تقول لن ترضى عنك، لم تتكلم الآية عن تعاملك أنت معهم. أما التعامل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. والله عز وجل قال: وقولوا للناس، ما قال وقولوا للمسلمين، وقولوا للناس حسنا. هذا الأصل في الدين. فكل شيء، يعني أريد أن أختصر كل الأسئلة التي يمكن أن تخطر في البال في هذا المصف. المعيار يا شباب، يا مسلمين، أنا أكلمكم الآن يا أبناء الإسلام، المعيار في هذه المسألة في دينكم حسن الخلق. البر حسن الخلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن أؤمن بأن شيء سيء الخلق يكون من البر أو من الدين.